السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا، بجد وحشتوني. سألتوني كتير عن رحلتي لبورسعيد، عن الأجازة قضيتها إزاي وفين وأماكن الإقامة، ووعدتكم إني هنزل لكم فيديوهات. والنهاردة هيبقى أول فيديو، بس عشان الفيديوهات ما تبقاش طويلة عليكم هنعملها على أجزاء. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. طبعا أول حاجة هنشوفها هي الفندق، والحقيقة أنا شايفة أن اختياري للفندق كان اختيار بجد موفق. اخترت فندق بانوراما بورسعيد. الفندق بجد حكاية. من أهم المميزات بتاعته أنه موجود جنب كل حاجة حابين تزوروها أو أي مكان حابين تروحوه. الفندق موجود في شارع الجمهورية بجوار مسجد السلام. زي ما انتوا شايفين كده احنا هندخل الفندق مع بعض. وعلى قد ما يبان ان الفندق بسيط، لكن عايزه اقول لكم انه قد ايه راقي جدا، وبجد مريح جدا للاعصاب. ده الريسبشن زي ما انتوا شايفين. الغرفه بتاعتنا كانت في الدور الثامن. ومع اني حد عنده فوبيا من الاماكن المرتفعه، لكن بجد انا ما حسيتش بالموضوع ده وانا في الفندق بالمره. زي ما انتوا شايفين الفندق قد ايه نضيف جدا جدا بجد، وهم مهتمين قوي بموضوع النظافه. هناخد الأسانسير كده، وصلنا للدور الثامن، وهنمشي بقى في الكوريدور اللي هيوصلنا للغرفة بتاعتنا. والغرفة بتاعتنا كانت 803. هنفتح الغرفة بتاعتنا بقى دلوقتي وهتشوفوها عاملة ازاي. أول حاجة هنشوفها في الغرفة هي التواليت. وبجد بجد بجد كان نضيف جدا جدا جدا، نظافة وتعقيم حاجة كده، بجد حكاية. المراية هنا تاتش، بجد كانت لطيفة، والإضاءة كانت حلوة سواء بالليل أو بالنهار. كمان هنا مكان للشاور، بجد عجبني أوي التواليت عنده. الغرفة زي ما انتوا شايفين، أول إحساس ينتابكم لما تدخلوا الغرفة بتاعتهم تحسوا إن انتوا يعني الغرفة فيها كل حاجة جديدة. وفعلا أنا عرفت إن هما مغيرين كل المفروشات بتاعتهم والديكورات بتاعتهم. الغرفة بسيطة أوي لكن بجد حلوة أوي، تحسوا إن انتوا أول حد داخل الغرفة. فيها تكييف طبعا، كمان عاملين فيها إضاءة لطيفة قوي، مريحة قوي للعين وللأعصاب. زي ما انتوا شايفين معايا كده. ده التليفون اللي ممكن تستخدموه عشان تطلبوا أي حاجة. كمان في يعني حسب الرغبة، إذا كنتوا حابين سريرين أو سرير واحد تقدروا تطلبوا ده. بصوا الإضاءة عاملة ازاي، بجد الإضاءة مريحة جدا للأعصاب، مهتمين جدا هما بالموضوع ده. تقدروا تعلوا الإضاءة أو تخففوها زي ما انتوا حابين. دلوقتي تعالوا نشوف البلكونة بتاعت الغرفة بتاعتنا. وعلى فكرة أنا صورت جزء منها بس، لأن الجزء التاني كان في يعني الغرفة اللي جنبي كان في موجود فيها ناس وما حبيتش أضايقهم. بصوا الجمال، بانوراما بالفعل. دلوقتي بقى هننزل عشان نفطر، وفطار يعني العيوطي. بجد بجد من أكتر الأماكن الجميلة، ومن كتر ما سمعت عنها كنت حابة أشوفها. عندهم يعني فطار حلو قوي، كمان بيقدموا وجبات طول اليوم. ده غير إن هم كمان غاية في الظرف واللطف، وقد إيه رحبوا بينا. ده كان الفطار بتاعنا. أنا طلبت بيض وفول، فلافل، سلطة طحينة، وطبعا سلطة بابا غنوج لأني بحبها جدا. زي ما انتوا شايفين الفطار قد ايه كان لطيف، وطبعا ما نسيتش اطلب ام الخلول. بعد ما فطرنا طبعا اكيد محتاجين لكوباية شاي محترمة، والشاي عندهم كان حكاية. هكتفي بالجزء ده وهنكمل مع بعض على خير، واتمنى اعرف رأيكم في الفيديو علشان انزل لكم بقية الاجزاء. يا ريت ما تنسونيش باللايك الحلو بتاعكم، وبشير للفيديو عشان قناتنا تكبر وتنور بيكم. واستنوني دايما في المطبخ مع سنة.
بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.